بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم بقى من قناة اكلات ويوميات مها. اول كده نخش الفيديو نسمي ونصلي على رسول ونشوف هنعمل ايه النهارده. هو فيديو جديد، انا اول مرة انزل حاجة زي كده او يمكن تاني مرة. انا طبعا اللي عارفيني يعني اللي عارفين ان انا فاتحة مكتبة، فقلت ايه اعرض لكم الحاجة الجديدة واسعار اللانش بوكسات والحاجات المدرسة اللي احنا جايبينها جديد. فزي ما انتم شايفين المقالم اسعارها متفاوتة كتير جدا وفي اسعار عالية قوي قوي، فانا بحب اجيب الاسعار اللي هي يعني يا دوبك تمشي معايا او مع البلد اللي انا قاعدة فيها. فهنشوف بقى المقالم في انواع كتير، في من اول 20 جنيه زي ما انتم شايفين كده، وهي اسعار حلوة جدا وكمان خامتها مش وحشة يعني تمشي معاكي. في ب30 وفي ب20 زي ما انتوا شفتوا، وفي ب60 وفي اسعار تانية كتير. وفي اصلا يعني كمان مقلمة كمان اسعارها جملة بكمان بحاجة و80 وحاجة و90 وب100 فانا حاولت اجيب ايه الاسعار اللي هي ايه هتمشي معايا. ده جلاد بقى زي ما انتم شايفين كده، جلاد للكراس. ده الجلاد اللي هو بيتدبس، في اللي بيتدبس وفي اللي هو آه بيتلزق. اللي بيتدبس ده الصغير منه بتاع الكراس، فيه طبعا اشكال كتير زي ما انتم شايفين كده. فبحاول انوع في الاشكال. الجلاد الواحد ب3 جنيه. طبعا انا الحاجات ديت مبيطلعش منها دست الا لو عايز، لو حد عايز يعني. فانا بجيبها المكتبة دي بجلد بيها فرداني كده. الصغير ب3 والكبير اللي انتوا شايفينه ده ب5 جنيه. طبعا انا كان عندي قديم والله يعني القديم انا بسيبه زي ما هو، ما بعليش سعره واقول ايه يلا الحمد لله ربنا يكرمنا فيه بحسنة ولا حاجة وخلاص. والجديد بجيبه على بسعره على حسب ما بلاقيه. فالجلاد الصغير ب3 والجلاد الكبير ب5 جنيه. هنشوف بقى الجلاد اللي هو الديزني اللي هو فيه لمعة وفيه رسومات. ده الجلاد الواحد تقريبا الجلاد ب7 جنيه. طبعا كان زمان اول ما فتحت كنت ببيعه ب3 جنيه الواحد، وكمان ب2.5 يعني. الاسعار ما شاء الله الحمد لله، يعني ربنا يرحمنا برحمته. كل ما بروح اجيب بضاعة بلاقي اسعار غير الاسعار التانية خالص. يعني كمان مش بتجيبي الفلوس اللي انت عيناها، لا ده انت بتجيبي تحطي عليها كمان عشان تقدري توازني الاسعار. فربنا ايه يرحمنا وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. يبقى خلاص عرفنا ان الجلاد الفرخ الواحد او الجلاد الواحد ب7 جنيه. ايه الالوان بقى اللي راحت في داهية ما شاء الله يعني. كنا بنبيع الكبيرة اصلا اللي هي 12 لوليا بقت ب30، دي كنا بنبيعها ب10 جنيه. شو بقى دلوقتي بقت ب30 والصغيرة ب10 ب15. والالوان الجيلس بتاعت زمان دي بقى طبعا مكتسحة ما حدش بيغيرها صراحة وماشية معايا جدا. الصغيرة ب8 والكبيرة اللي هي 12 ب15 والتانية ب22 اللي هي الطويلة، الالوان الطويلة. وجبت توك يعني انا عندي برضو من العيد فما جبتش كتير، هي ديت قلت سعرها حلو ب10 جنيه. فجبتها. الاقلام اللي هي السنون الاصلية ببيعها ب18. وطبعا بقى جبنا كمية اقلام اللي هي الروتو. وكمان ده كنا بنبيعه ب1.5 جنيه زمان، بقى ب4 جنيه دلوقتي. وفي مكاتب بيبيعوا ب5 وفي مكاتب بيبيعوا ب6. والاقلام التركي دي جميلة جدا برضو في الكتابة بتاعتها. فطبعا انا بجيب اللي هي ماشية معايا او اللي عليها الطلب بمعنى اصح. والليكويد برضو ده قلم رخيص وحلو جدا كمان. دي طبعا بقى اقلام السنون. وكمان دي الحبارة بتاعة الاقلام السنون. ودي اقلام سبورة الواحد ب12 جنيه، ده حجم كبير مش صغير، ده ب12 جنيه. في اشكال كتير من الوان السبورة بنجيبها برضو زي ما انتوا ايه عارفين يعني. في كل حاجة، في كل جميع الاسعار الرخيصة والغالية والوسط ديت الاقلام اللي هي الصغيرة الواحد ب8. كنا بنبيعه برضو ب5 وب4 كمان زمان يعني. ودي برضو نوع تاني من الوان السبورة بنبيعه ب12، بس دي حاجة عالية شوية. وطبعا الحبارات انتوا شفتوها الاول دي كانت الواحدة ب15 تقريبا. دي اقلام لوحة نفس الماركة برضو اللي قبلها بس ب8 جنيه الواحد. زي ما انتوا بقى شايفين انا بدأت ارص كده عشان ايه خلاص كل سنة وانتم طيبين بقى، كلها كام يوم والمدرسة تبدأ. ودي اساتيك، دي استيكة تقليد الفابريكاستيل دي ب8 جنيه الكبيرة.
بس دي التقليد، بس هي يعني صراحة شغالة معايا. الفابريكاست اللي هي نضيفة ب15 جنيه اللي هي الكبيرة، وده نوع برضو تاني من الاساتيك ب6 جنيه دي الصغيرة، وب10 الفابريكاست بقى دي الاصلية اللي هي الصغير الحجم الصغير ب15. في اساتيك بقى اللي هي العادية خالص ب3 جنيه اللي كنا بنبيعها بجنيه. وبرايات على اشكال دي ب5 جنيه اللي هي العربية، واللي هي الاشكال دي ب3 جنيه، وفي برايات ب2 جنيه بس اللي هي ب2 جنيه دي القديمة اللي كان عندي قديمة اللي قبل كده، سبتها زي ما هي. ودي الآلة وديت علبة الهندسة والبريت والألوان وقلم رصاص أشكال وألوان من أول 2 جنيه لغاية 6 جنيه. والله يا بنات أنا بقى يعني براعي ربنا جامد في الأسعار. بحط نفسي لأن أنا برضه أنا عندي أولاد يعني بحط نفسي كأني بشتري لهم من بره، فبراعي ربنا أقول الحمد لله يا ربنا إيه يقدرنا إن شاء الله لو حسنة صغيرة في الحاجة بس، يعني ربنا يبارك لنا فيها. وطبعا يا بنات اهم حاجه بقى في الحاجات ديت الكشاكيل والكراريس والاقلام. عندي كراسه اللي هي العاديه، مش هقول لكم مثلا حلوه قوي او كده، دي كشاكيل سلك اللي هي العاديه ب50 جنيه اللي هي 140 ورقه، ب50 جنيه 140 ورقه، مش 100 ورقه. ده طبعا اللي هو الورق اللي هو العادي، مش اللي هي الهارد كفر. الهارد كفر اللي هي 100 ب43 جنيه. وده فوم بقى يا بنات اللي هو بيلمع، كنا طبعا بنبيعه ب3 وب2 ونص زمان، بقى ب5 جنيه دلوقتي الفرخ الواحد ب5 جنيه. ودي بقى اللي هي الكشكول الدبوس اللي هي الطويل، دي طبعا اسعار في منها 40 وفي منها 60 و80 و100، من اول بقى 18 و25 و30 وحاجة و30. والكراريس اللي هي العادية دي اللي هي ديزني، الداس على بعضها بتبقى 20 كراسة ب130 جنيه. الكشاكيل اللي هي العادية او كراريس العادية الدستة ب75 وب70 على حسب، لان دلوقتي يعني اللي كان عنده قديم رفع سعره، فلما بتروح تجيب دلوقتي الاسعار بتعلى، او هم معرفش بقى بيزودوها، هم يعني يعتبر كانت مركونة عندهم في المخازن بس عمالين يعلوا في الاسعار. دي بروز اللي هي اللي هم التلات بروز مع بعض، الصغير ب100 والكبير ب120. حابة بقى اكسسوارات كده كانت عندي بقى برضو من فترة، فما طبعا سعرها زي ما هو معليش. ده دبوس اللي هو البروش ده كان ب10، والعقد ده او السلاسل دي ب50، وفي منها ب30، واشكالها برضو جميلة جدا. هما 3 فوق بعض بتلبسوا برضو كده ايه يعني نظام سلسلة واحدة برضو. دي انسيالات ب15، جميلة برضو سعرها حلو وشكلها كمان جميل. يعني في بقى حاجات زينة عيد الميلاد، وفي البرونز ده برضو ب5 جنيه، وفي ب8 اللي هي العلبة ديت او البطرمان ده. يعني يا رب بقى كده ايه يحسن سوقهم وربنا يكرمنا فيهم وينباعهم. ده خرز بيعملوا منه اشكال اساور وانسيالات وحاجات من دي وشخاليل بقى ربنا بقى يكرمني كده ان شاء الله، والبضاعة ربنا يكرمها وتنباع، وابدا اجيب شوية اكسسوارات ولعب وحاجات من دي. دي نوتة يا بنات الهارد كفر، حجمها كويس يعني يعتبر نص كراسة كده او حاجة، دي ب30 جنيه. دي برضو شغالة معايا برضو حلو. وكمان في نوع تاني اللي هو ده اللي هو الجلد العادي بقى، زي الكشاكيل الدبوس اللي هي السلك العادية خالص، دي ب20، وحجمها برضو حلو وكبيرة. وفي كمان نوع جديد كده انا صراحة لسه اول مرة اجيبه عجبني، هو تبقى مديه على رجالي شوية ب25، زي المحفظة كده بس معاها القلم بتاعها. عجبتني برضو قلت ايه اجيبها واشوف هتمشي معايا ولا ايه. في بقى يا بنات زي اللي هو الالوان ديت، دي جميلة برضو بس ده الحجم الصغير مش الكبير. لقيتها جبتها هي الوان مية كده زي بالية مية يعني، برضو تمشي معايا في ايام الدراسة والانشطة الحاجات اللي بيعملوها. ده صلصال
ده حجم صغير ب15 جنيه تقريبا. دي كوتشينه بقى اللي هي البلاستيك. يعني حبيت اعمل لكم جوله كده في المكتبه بتاعتي، وادعوا لي بقى دعوه حلوه كده من قلبكم، وربنا يحسن سوقها ويكفينا شرها يا رب، ويكرمني فيها والحاجه تنباع، وربنا يرزقني بحسنه منها يا رب. الفيديو يكون عجبكم. دي ما قبل ما اقفل معاكم، دي محفظه رجالي جلد طبيعي جميله جدا وب120 جنيه، ده على السعر القديم، لان سعرها دلوقتي رفع جامد يعني. ادعوا لي بقى دعوه حلوه من قلبكم، ويا رب يا رب الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. وكمان اعملوا مشاركه يا بنات للفيديوهات، واعملوا لايك كتير عشان اكبر بيكم وليكم، واستنوني بقى فيديوهات تانية ان شاء الله كده، وربنا يكرمنا ونعمل فيديوهات كتير زي الاول. فيا ريت تحفزوني، وكمان تدعموني باللايك. ده كان صلصال الواحد ب3 جنيه. يعني الحمد لله كده يا بنات، ربنا يكرمنا فيهم